تعالى شوف الصورة دي كويس. الراجل اللي فيها شكله طيب قوي. ايه؟ طلع القاتل؟ طب بص في الصورة التانية كده، بيحبوا بعض قوي. ايه؟ نسيها يوم فرحهم في البنزينة؟ دقق في كل صورة كويس، ممكن يكون في مشهد هو اللي قلب كل الحكاية، فما تتغفلش، كل الحكايات حقيقة. يا مساء الروقان والصحصحة على سميعة مونيكروفون. الصحصحة على ايه؟ هتعرف كمان شوية. معاكم مونيكا ميشيل، والنهاردة الخميس دقت 7:30 بالظبط، يبقى ده ميعاد حلقة جديدة من ما تتغفلش، جايبالنا معاها صورة بحكاية حقيقية مختلفة. ركز فيها كويس علشان ممكن يحصل بلوت تويست يقلب لك كل الأحداث. وحالا جت اللقطة، هتاخدنا لأستراليا سنة 2015. هتشوف شاب جميل عنده 22 سنة اسمه بن ماكماون، مشغل مزيكا وسايق ورايق، وهو في طريقه عادي جدا خبط في عربية نقل، خبطة جامدة جدا. الإسعاف وصلت وشالوه، بس كان فاقد الوعي تماما. أول لما دخل المستشفى والدكاترة شافوه قالوا لأهله للأسف ابنكم في غيبوبة وعنده كسور في صدره وفي أضلاعه وإصابة كبيرة قوي في المخ. بن فضل أسبوع كامل في غيبوبة، لا بيتكلم ولا بيفتح عينيه. تفتكر إنه مات؟ اللي حصل إنه في يوم وهو في العناية المركزة والدكاترة والممرضين بيعدوا عليه كالعادة، اتفاجئوا باللي مش عادي. سمعوه بيتكلم بكلام مش مفهوم خالص، وبيبص لممرضة معينة واقفة معاهم وبيقول نيها ووهن كوتشن رانشيني. الممرضة وقفت مذهولة وبتقول للي حواليها ده بيتكلم صيني، مش عارفة ازاي، وبيقول لي ازيك، انا مبسوط ان اتعرفت عليكي. الدكاترة كلهم طبعا وقفوا مصدومين. فكرني كده بإفيه، ده طلع بيفكر بالصيني. اللي عارف من فيلم ايه بقى يكتب لي تحت في الكومنتس. المهم الموضوع موقفش هنا، لا ده بن فجأة بقى يتكلم صيني بطلاقة، وكان بيرد على أي سؤال بالصيني كأنه مولود في الصين. بعد ما أهله عرفوا جريوا على المستشفى مش مصدقين إنه فاق أصلا، وأول ما سمعوه بيتكلم صيني قالوا للدكاترة إنه يدوب كان واخد كورس بسيط قوي وهو صغير في المدرسة، بس الغريب إنه عمره ما اتكلم كده. وبعدها لما جت الصحافة تعمل معاه لقاء قال لهم أنا ما كنتش مدرك إني بتكلم صيني، يعني مش بفكر بالإنجليش ويترجم صيني، لا ده الكلام كان بيطلع لوحده مش عارف إزاي. بس أول لما حالته استقرت العجيب إنه بدأ يفقد شوية من الصيني ويرجع يتكلم إنجليزي تاني. تعالى بقى ما أقولك ده حصل إزاي. الأطباء قالوا وقتها إن اللي حصل ممكن يكون بسبب إن جزء معين في المخ حصل له تلف أو ضرر، فالعقل استخدم أوتوماتيك جزء تاني خالص كان فيه الذاكرة القديمة الخاصة باللغة الصينية اللي اتعلمها زمان. تفتكر خلصت على كده؟ لا، بن بعد الحادثة دي الصيني بقى أهم لغة في حياته وطور من نفسه فيها، ومش بس كده ده اشتغل مرشد سياحي للصينيين، وبعدها بشوية سافر على طول على الصين وعمل برنامج تلفزيوني هناك. من الآخر حادثة غيرت قدره تماما. السؤال هنا بقى، قولي ايه الحاجة اللي حصلت لك وكنت شايفها وحشة جدا بس بعد كده فهمت انها غيرت حياتك للأحسن؟ وهنا خلصت حلقتنا وهنقلب صورة النهاردة، واستنوني مع صورة جديدة بحكاية حقيقية مختلفة يوم الخميس الجاي. اظبط ساعتك 7:30 بالظبط في برنامج ما تتغفلش مع مونيكا ميشيل على مونيكروفون. ما تتغفلش.
ركز علشان ما تتغفلش.